عباد الله، وفي السنة 15 للهجرة تحققت النبوة ودخل المسلمون فلسطين، وقال البطارقة: لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب، فإنا نجد صفته في الكتب المقدسة. وفي لحظة تاريخية جليلة جاء عمر رضي الله عنه من المدينة المنورة إلى فلسطين، وتسلم مفاتيح بيت المقدس تسلما شريفا في قصة تكتب تفاصيلها بمداد النور. وأشرف على مدينة القدس من جبل المكبر، حيث كبر وكبر معه المسلمون، وهناك قال قولته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله.